قصة الشاب اللي خسر كل حاجة وكسب نفسه. في حياة كل واحد فينا لحظة بنحس فيها إن الدنيا قفلت أبوابها كلها مرة واحدة، لحظة بيتهيألك إنك خلاص وقعت ومفيش أمل تقوم تاني. وده بالضبط اللي حصل مع كريم. كريم كان شاب بسيط عايش في حي شعبي، بيشتغل بيده من صغره، ما عندوش رفاهية ولا دعم، لكن كان عنده كنز نادر، حلم. كان بيشتغل طول النهار ويوفر من كل جنيه يجيله علشان يفتح مشروع صغير يغير بيه حياته. كان نفسه في محل صغير يصلح فيه موبايلات، حاجة بسيطة لكن محترمة، وكان واثق إن تعبه مش هيروح هدر. بس الحياة ساعات بتعلمنا بطريقة قاسية. في يوم من الأيام قرر كريم يشرك صاحبه المقرب في حلمه. قال له: تعال نشتغل سوا نكبر المشروع بإيدينا. لكن للأسف الصاحب ده ما طلعش صاحب. في يوم وليلة اختفى، خد الفلوس اللي كريم كان مجمعها من سنين وراح، ولا كلمة ولا رد ولا حتى نظرة ندم. كريم اتصدم، مش بس عشان الفلوس راحت، لكن لأنه اتخان من أقرب واحد ليه. إحساس الخيانة كسر في حاجة عمرها ما كانت سهلة تتصلح. بدأت أيام سودة. كريم حاول يشتغل أي حاجة، من توصيل الطلبات لتنظيف السيارات لتوزيع منشورات في الشارع، وكل مرة كان بيواجه نظرات الناس، شفقة، سخرية، وبعضهم تجاهل كأنه مش موجود أصلا. بدأ صوته الداخلي يقول له: أنت فاشل، حلمك راح، مفيش فايدة. لكنه في ليلة وهو قاعد لوحده عيونه مليانة دموع، قال لنفسه جملة غيرت كل حاجة: أنا يمكن خسرت كل حاجة، بس لسه أنا موجود، ولسه فيا نفس، ولسه فيه أمل. من تاني يوم بدأ كريم يتعلم، ما اشتكاش. فتح اليوتيوب، قرأ مقالات، حضر دورات أونلاين، اتعلم التصميم والبرمجة وكل مهارة يقدر يشتغل بيها من بيته. كان بينام 3 ساعات والباقي كله شغل وتعلم. ما كانش فيه دعم، بس كان فيه عزيمة. شهر ورا التاني بدأ يشتغل فريلانسر. عمل أول شغلانة وبعتها لعميل صغير في بلد تانية. لما استلم أول $50 حس إنها أغلى من كنوز الدنيا، مش عشان المبلغ، لكن لأنها كانت أول خطوة في طريقه الجديد. النهاردة كريم بيشتغل مع شركات من برا وبقى مصدر دخل لأهله، لكنه أهم من كل ده بقى مؤمن بنفسه. القصة دي مش عن النجاح، دي عن الوقوع، عن لحظة الكسر اللي ممكن تقضي على أي حد أو تبني جواك أقوى نسخة منك. أفشل عادي، اتكسر طبيعي، بس ما تستسلمش. لو وصلت لهنا افتكر دايما كل خسارة ممكن تكون بداية أكبر مكسب في حياتك لو قررت تكمل. ما تنساش تشارك القصة دي مع حد يمكن يكون محتاج يسمعها.